في السنوات الأخيرة شركات كتير بتتجه إنها تغير تصميم اللوجو بتاعها، سواء بإنهم يخلوا تصميم اللوجو أبسط أو يغيروا في التفاصيل شوية. بس لما ده يحصل أوقات كتير العملاء ما بيعجبهمش التصميم الجديد ويفضل عندهم اعتقاد إن اللوجو القديم كان أحسن. مع ذلك الشركات بتفضل تعمل الموضوع ده على طول وبيتجهوا لتغيير اللوجو كل فترة. ليه يا ترى بيحصل كده؟ خليك معايا، صلي على النبي، يلا بينا نبدأ. في أسباب كتيرة خلت الشركات تغير اللوجوهات بتاعتها أو تخليها أبسط. واحد منهم إن حاليا استخدام الموبايل بقى شائع جدا أكتر من أي وقت قبل كده. حاليا الناس على طول على الموبايل، وده خلى الشركات تتجه إنها تخلي اللوجوهات بسيطة مش معقدة، بحيث تقدر تكون واضحة في أي أبعاد شاشة سواء كبيرة أو صغيرة، وإنه يبعد عن التفاصيل الكتير والتكات الصغيرة. وبالتالي أنت مجرد ما تشوف اللوجو البسيط ده في جزء صغير من الشاشة، سواء أنت ماسك موبايل أو تابلت أو حتى ساعة ذكية، أنت على طول بتتعرف على البراند بتاعهم من اللوجو ولونه وشكله المميز. حاجة تانية معانا إن ساعات تغيير اللوجو بيدل على نضوج البراند، بمعنى إن ساعات الشركات الناشئة أول ما بتطلع بتكون عاوزة تعمل لوجو جذاب عشان يتعرفوا بيه في الأول، ولما يكون ليهم اسمهم في السوق بعد كده ممكن يتجهوا اللوجو أبسط يكون أقل حدة ويعبر عن إن الشركة بقى بروفيشنال أكتر، وفي نفس الوقت يكون مريح للعين. ممكن برضو الشركات تغير اللوجو في وقت هم عايزين يغيروا فيه سياسة الشركة عشان ينفصلوا عن الهوية القديمة، وده اللي عملته شركة كيا اللي كانت عايزة تتخلص من صورتها كعربية عائلية اقتصادية وتدخل في مجال العربيات ذات الجودة الأعلى. نتكلم عن التويوتا مثلا، ساعتها نزلوا موديلات جديدة في رينج أسعار أعلى من اللي كانوا بيبيعوه قبل كده، وغيروا اللوجو من اللوجو المعروف بتاعهم للوجو بسيط، بحيث ان اللوجو البسيط بيرتبط في عقل العميل بالفخامة وان الشركة بروفيشنال اكتر وجودتها اعلى. وفعلا بعد ما كانت الشركة تعتبر فئة اقتصادية قدروا يعلوا في سعر العربيات بتاعتهم ويدخلوا في الفئة الاعلى بتاعت الناس اللي رايحة تهتم بالكواليتي والاوبشنز اللي موجودة في العربية، مش بس انها اقتصادية. ومع ان الناس في الاول ما عجبهاش اللوجو ده، وفي ناس بتقول ان اللوجو ده بيدل على كي ان مش كيا، ولكن مع ده الشركة قدرت تحقق زيادة في الأرباح من ساعة ما اللوجو اتغير لحد دلوقتي. ومن الحاجات اللي ممكن تغيير اللوجو يساعد فيها برضو إن تكون شركة داخلة أكتر من مجال، فعايزة تجمع المجالات دي كلها في لوجو واحد يكون بسيط ويدل على الشركة الأم. يعني مثلا شركة وارنر براذرز اتخلت عن اللوجو القديم بتاعها واتجهت للوجو أبسط قابل للتعديل، بحيث سواء انت كنت بتتفرج على فيلم كوميدي، فيلم رومانسي، فيلم كرتون او حتى لعبة، التصميم بتاع اللوجو ده بيسمح لهم انهم يعدلوا حاجة بسيطة قوي عليه فيبقى لايق على الحاجة اللي هما بيقدموها. فبالتالي براند واحد قدر يقدم لك انواع مختلفة من المحتوى وكل واحد فيهم ليه لوجو مخصوص بيه، ولكن في النهاية هو نفس اللوجو. دي كانت بعض الاسباب اللي بتخلي الشركات تتجه انها تغير اللوجو بتاعها. قول لي ايه اغرب تغيير لوجو عدى عليك؟ ولو عجبك الفيديو ده اتفرج على الفيديو اللي هنا ده اليوتيوب اختارهولك. كان معاكم مستا وسلام.